طلاب تانية إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا معايا درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. هناخد درس نماذج للحضارات القديمة في الشرق الأقصى. الشرق الأقصى يقصد بيها حضارة الهند وحضارة الصين. طيب، ايه اللي خلى الحضارتين دول يقوموا؟ العوامل اللي ساعدت، قال لي مياه عذبة، تربة خصبة، موارد طبيعية عندي موجودة، كمان اعتدال المناخ. كل دي عوامل ساعدت على قيام الحضارات دي. عايز اعرف الحضارات دي اكتر. قال لي حضارة الصين دي موجودة في شرق اسيا، وحضارة الهند موجودة في جنوب شرق اسيا. برضو عايز اعرفهم اكتر، عايز اعرف الملامح والانجازات بتاعت كل حضارة. هنبدأ بحضارة الهند. حضارة الهند بيطلق عليها حضارة بلاد السند. بلاد السند ده نسبة لنهر السند. يبقى تفهم السكان بتوع حضارة الهند استقروا على الأراضي اللي حوالين نهر السند، واستقروا في الأراضي الخصبة وجمعوا بعض وكونوا الحضارة الهندية. دلوقتي حاليا المكان بتاعها اسمه شمال غرب الهند وباكستان. شمال غرب الهند وباكستان. يبقى مكان حضارة الهند دلوقتي اللي استقروا فيه شمال غرب الهند وباكستان. ايه الانجازات اللي هم عملوها في الناحيه الاجتماعيه والنواحي، وباقي النواحي هتعرفوها دلوقتي. اول حاجه الحياه الاجتماعيه. قال لي كان مكونه من 4 طبقات. الطبقه الاولى بتشمل الكهنه والعلماء. الطبقه الادنى بتشمل بقى اللي هم الصناع، العمال، الخدم يعني. كمان المراه كان لها دور هام، كانت بتشارك، بقى ليها دور فلسفي، يعني بتشارك في الحوارات الفلسفيه وبعض الطقوس الدينيه. كان في الأول دورها كبير كده، اللي هي بتشارك وليها رأي في الدين وفي الفلسفة. جه في النهاية في الآخر قل دورها. ده بالنسبة للحياة الاجتماعية. الحياة الدينية كان لهم اعتقادات، وكانوا بيعتقدوا في البعث والخلود، ولهم معبودات، ولهم ديانات وضعية، يعني اللي وضعها الإنسان، زي الديانة البوذية والديانة الهندية. وعبدوا كمان نهر السند. ندخل بعد كده على الحياة الاقتصادية. طبعا الزراعة ديت المهنة الرئيسية، لأن وجود نهر السند، تربة خصبة وماء عذب، كل ده ساعد على قيام الزراعة. الصناعة، صنعوا الملابس بتاعتهم من القطن، وكمان صنعوا الحلي والأسلحة والخزف. التجارة، استخدموا أو اخترعوا الأختام عشان يختموا على السلع، اللي يعرفوا ما يجوا يوردوا لأي حد يعرفوا المنتج ده من أي حتة من بلاد الهند. كمان اخترعوا أوزان حجرية مكعبة عشان يوزنوا السلع. ده بالنسبة للحياة الاقتصادية. بيقول لك بقى في الهند كانت بتبيع وتشتري مع مين؟ قال لي مع حضارة بلاد العراق القديم، وحضارة بلاد اليمن، وحضارة فارس اللي هي إيران دلوقتي. طيب، العمارة والفنون. قال لي العمارة كان بارعين في فن النحت، اللي هما كانوا بينحتوا الكهوف اللي موجودة في الجبال، مثل كهف أجندة. كهوف أجندة. العمارة كانوا بيبنوها مش عشوائية، يعني مقسمينها المدن لأماكن. أماكن هنا للسوق، أماكن هنا للشعائر الدينية، أماكن للسكن. الحياة العلمية عندهم، برعوا في علم الطب، اخترعوا خيوط للجراحة دقيقة، وكانوا بيعالجوا بالأعشاب. كمان برعوا في علم الفلك، معرفة حركة النجوم، حركة الكواكب. ده بالنسبة لحضارة بلاد الهند. حضارة بلاد الهند موجودة فين؟ في شمال غرب الهند دلوقتي وباكستان. هندخل بعد كده على الحضارة الصينية. الحضارة الصينية السكان استقروا حوالين نهر وانج هو، ودي تعتبر من أقدم الحضارات التي عرفها الإنسان. كان بيحكمها في البداية أسر قوية. أشهر أسرة حكمت الصين أسرة تشين. كان قبل الأسرة دي كانت البلد عبارة عن مدن متنازعة مستقلة، كل واحد بيحكم لوحده، وفي نزاعات. جت بقى الأسرة دي وحدت الصين كلها، وهي اللي بتحكم، اللي هي أسرة تشين. الحياة الاجتماعية عندهم كانت عاملة ازاي؟ قال لي كانت الأسرة هي البناء والأساس للمجتمع. المرأة ما كانش لها أي حقوق خالص، كان دورها مقتصر في المنزل وتربية الأطفال.
ما كانش لها حق في الميراث ولا اللي هي تتولى مناصب. الحياة الدينية كان عندهم معبودات متنوعة وكمان كانت العبادة البوذية منتشرة عندهم في الصين. الحياة الاقتصادية بالنسبة للزراعة هي النشاط الرئيسي عندهم، بسبب برضو وجود التربة الخصبة واستصلاح الأراضي. الصينيون زرعوا شجر أو كتروا من زراعة شجر التوت، لأن ده اللي بيغذي عندهم دودة اسمها دودة القص. الدودة دي اللي مسؤولة عن إنتاج الحرير، اللي هي خيوط الحرير اللي هم اشتهروا بيها الصين. الصناعة اشتهروا بصناعة الملابس طبعا من الحرير والخزف. التجارة كانوا بيتاجروا عن طريق الحرير اللي بيربط وسط آسيا بأوروبا. التجارة عندهم كانت مزدهرة. العمارة والفنون، المدن برضو عندهم كانت بتبنى وحواليها أسوار، زي سور الصين. أشهر سور الصين العظيم، عشان حماية الحدود الشمالية من الأعداء. برع الصينيين في الرسم والنحت والفنون القتالية، زي أشهر رياضة عندهم اللي هي كونغ فو. يبقى أشهر رياضة هي كونغ فو. الحياة الفكرية والعلمية، برعوا في علم الطب برضو، بس العلاج كان بيتم من الأعشاب والوغز بالإبر اللي هما بيدوا إبر. كمان الرياضيات برعوا فيها، اخترعوا جدول الضرب. الفلسفة تأمل الحياة وحل مشكلاتها. الصين كانت متقدمة، سبقت حضارة العالم القديم، كانت متقدمة. اخترعوا هما صناعة الورق. من اللي اخترعوا؟ قال لي واحد اسمه تساي لوي. وكمان اخترعوا البارود ده، البارود اللي هو مادة بتستخدم في الرصاص عشان تخليه ينطلق. يبقى البارود مادة بتستخدم في الرصاص. كمان فن الطباعة، وكمان البوصلة. يبقى طباعة، بوصلة، بارود، ورق. الورق اللي اخترعه تساي لاو. كمان ده بالنسبة للصين. احنا نسينا. خلاص كده درسنا انتهى. شكرا.